من الدور الأول لبطولة كأس الاتحاد العربي بين الفتح السعودي والعربي الكويتي حضرت فيها الندية والإثارة بين الفريقان، فالمستوى العام كان جيدا وكثرة الهجمات المتبادلة بين الأزرق والأخضر. الفتح كان البادئ بالهجوم مع تحركات حسين المقهوي وزملائه. السنغالي سوكوكو كاد أن يفتتح التسجيل قادما من الخلف برأسية ارتطمت بالعارضة. الأخضر شعر بالخطورة وبدأ بتنظيم الصفوف وشن الهجمات من خلال تحركات علي مقصيد ومحمد فريح والسليمي، وسط شعلة من النشاط بين الثنائي فهد الرشيدي والأردني أحمد هايل. نقطة التحول بالمباراة كانت بالدقيقة 22 بعد مخاشرة حصل على أثرها المدافع السنغالي سوكوكو على البطاقة الحمراء التي لم يتوانى في إشارها الدول الإماراتي حمد الشيخ حكم المباراة، ليكمل الفتح المباراة ب10 لاعبين. الأخضر ومنطقيا لابد أن يستغل النقص العددي، وكان له ما أراد بعد عرضية متقنة من علي مقصيد نجح في ترجمتها أحمد عبد الغفور في الشباك الفتحوية معلن الهدف الأول للعربي. الفتح العنيد والذي أثبت بالفعل أنه فريقا جيدا فهو المتصدر لدوري زين السعودي للمحترفين عاد ليتعادل بعد أن احتسب الشيخ حكم المباراة ركلة جزاء انبرى لها البرازيلي أوتون مسجلا هدف التعديل. عادت الأفضلية بعد ذلك من جديد الأخضر، ومن مجهود رائع لفهد الرشيدي الذي بدأ الهجمة وأنهى بالشباك ببراعة مسجلا الهدف الثاني للعربي. هذا الهدف ترجم التوافق بين الرشيدي والفريح، فمن كرة هات وخذ عاد المتألق الرشيدي ليسجل الهدف الثالث الذي أقفل عليه المشهد في الشوط الأول. الشوط الثاني حاول فيه التونسي فتح الجبال مدرب الفتح لملمة الأوراق ودخل ضاغطا للتعويض، وكان له ما أراد بعد أن عرقل أحمد عبد الغفور لاعب الفتح حسين المقهوي متحصلا على ركلة جزاء سجل منها ألتون هدفه الشخصي الثاني ولفريقه. وما بين هجمات عربوية متواصلة ظل الحال كما هو عليه وسط فشل عرباوي بمضاعفة النتيجة لينتهي اللقاء ب3 أهداف للعربي مقابل هدفين للفتح. وتعد هذه الخسارة هي الأولى لفريق الفتح السعودي الذي يقدم موسما استثنائيا بدوري زين السعودية. أكيد مباراة اليوم مباراة جيدة، هذا نتيجة الفوز اليوم بدل على أن الفريق العربي فريق كبير. نتائجنا في الموسم داخل الدولة ما جتش من فراغ، جت من جهد، وهي في البطولة العربية الحمد لله رب العالمين. ثم أيضا في الفوز على فريق الفتح. فريق الفتح فريق كبير الصراحة، بيقدم أداء كبير. طبعا الأخطاء ضربتين الجزاء الصراحة شوي كان دفاعنا شوي مرتبك، بس الحمد لله رب العالمين مش مشكلة، يعني إن شاء الله تعالى بنعوضها في مباراتنا الإياب في السعودية، تعادل أو فوز إن شاء الله بيأهلنا. وإن شاء الله فريق العربي فريق قادر على إنه يحرز نتيجة إيجابية في مباراة الإياب. قدمنا جيم كبير بالشوط الأول وطلعنا بنتيجة حلوة يمكن تساعدنا حق مباراة الإياب. ما تمنينا الجول الثاني يدش علينا، كنا بنحافظ حق النتيجة عشان تكون مباراة شوي مثل ما تقول شوي سهلة هناك، بس قدر الله ما شاء فعل دش علينا الجول بلنتي. إن شاء الله نقدم مباراة كبيرة ونرضي جماهيرنا إن شاء الله بالسعودية. كنا نقدر نسجل أكثر ونفرق بين الأهداف، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. المباراة كانت صعبة ضد فريق صعب متصدر الدوري السعودي ولا خسارة على ما أظن بالدوري السعودي. الحمد لله يعني اللاعبين أدوا، كنا نقدر يعني نأدي أكثر من كذي وأحسن من كذي، على أن مباراة صعبة مباراة الإياب ضد فتح ضد جمهوره. بس إن شاء الله بإذن الله اللاعبين يعني يركزون منها اليوم لمباراة الإياب، لأن مباراة صعبة، بس بإذن الله إن شاء الله التأهل إن شاء الله للنصيب العربي. مثل ما تقول يعني جرت الرياح بما لا تشتهي السفن، كنا نتمنى أن نفوز بأكبر نتيجة، بس أعتقد يعني أن السبب وراء هالشيء يعني ما له عدم الخبرة، عرفت؟ يمكن أغلب الشباب أول مرة يلعبون في هالبطولة، سوء التوفيق في اللاست باص آخر شيء، فكل هالأمور يعني أثرت، عرفت؟ يمكن بعض الربعوان وهم منهم حاولنا أن نحافظ على النتيجة 3-1، وكان المفروض أن احنا نزيدها، بإمكاننا أن نزيدها، وإحنا عطينا فريق الفتح فريق كبير، عطينا فرصة أنه يضغط علينا يعني. بس الحمد لله أن احنا خذينا 3 نقاط، وعندنا مباراة جاية معاهم إن شاء الله يوفقنا إن شاء الله. تبقى هذه النتيجة غير مريحة للكتيبة العربوية، لا سيما وأن الأخضر سيشد رحال إلى معقل نادي الفتح في مواجهة الإياب يوم الأربعاء المقبل،
والتي ستكون صعبة لكلا الفريقان، فيكفي العربي التعادل للتأهل للمرحلة المقبلة من كأس العرب للأندية. المشهد الأول بين الفتح والعربي يخطف فيه الأخضر فوزا غير مقنع، وتبقى الحسابات مفتوحة حتى مباراة الإياب. راد الشمري، صباح السالم بالنادي العربي لبرنامج ملعب الوطن.